اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه يشفع فينا يا حبايبي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. عايزه اتكلم النهارده معاكم في شويه حاجات كده يعني. اول حاجه يا حبايبي، انا انسرقت النهارده في النهار كده في نور ربنا كده، عيني عينك. ازاي يا ام شيماء؟ قبل ما ابدا في الفيديو كده، طبعا انتوا كلكم ستات شاطر وعارفين وتعرفوا قصدي تعملوا الفول مدمس. بس شوفوا شوفوا ايه. والله ما انا عارفه اجمع من ازاي. شوف الاضافات اللي انا بضيفها على الفول واضيفوها على الفول، هديكي فول حلو قوي، وكمان هيستوي معاك بسرعه ويبقى طعمه حلو وريحته حلوه وكل حاجه حلوه. ربنا يحل ايامكم ويجعلها كلها يا رب سعاده وراحه بال وجبر خاطر، امين يا رب العالمين. بالله عليكم يا حبايبي، محتاجه انك تدعوا لعيالي وعيالكم كلكم وعيال الدنيا بحالها يا رب. ربنا ينجي عيالنا كلنا يا رب، مسلمين ومسيحيين، ويبارك لنا فيهم. انسرقت ازاي يا شيماء بقى؟ تخلصي معلش يا حبيبي، بحب اتكلم معاكم والله. بص اختكم يعني ايه، يعني انا يعني اكتر حاجه بطلع بقى من القناه ديت اللي انا بلاقي حد اتكلم معاه وفضفض معاه، لان انا قاعده يعني في بلد لوحدي واهلي بعيد عني وما حدش معايا في البلد دي، ما بطلعش من شقتي ولا بروح لحد ولا ليا دعوه بحد، يعني عايشه في حالي. فما بستفادش من القناه ديت بحاجه غير انا بتكلم معاكم ومعتبراكم واخواتي، وبتكلم معاكم كده وفضفض معاكم. الدنيا ما عادش فيها امان يا حبايبي خالص، والله خالص خالص خالص، الامان انعدم خالص. النهارده كانت السجاده بتاعت المطبخ مبلوله، فطلعتها في البلكونه علشان ايه تنشف كده وتتحمص شويه في الهواء، وسبتها على الحبل، ومكانش فيه هوا يعني، ومحطش عليها مشابك. فطلعت بعدها بشويه كده اجيب علشان احطها في المطبخ، ما لقيتهاش. ببص تحت لقيتها على بلكونه جيراني. بعدين ايه قلت الحمد لله، انا بحسبها وقعت في الشارع يعني، وما بتقع في الشارع ساعات بلاقيها. وقبل كده والله السنه اللي فاتت برضو وقعت في الشارع وما لقيتهاش، معرفش بقى كانت وقعت في بلكونه حد وحد خدها ولا وقعت في الشارع. المهم برضو وقعت والله السنه اللي فاتت وضاعت وما لقيتهاش، ورحت جبت واحده تانية. الظاهر سجاد المطبخ عامل معايا عقد، اللي كل لما اجيب واحده تروح منه ما لقاهاش. فالمهم ما لقيتها، لما لقيتها عند جيران اطمنت وقلت ايه الحمد لله ان هي ما راحتش في الشارع. بعت عيالي والله لحد النهارده يطلع 6 مرات يروحوا لجيراننا يخبطوا عليهم، في سجادة عندكم يا جماعة هاتوها لنا. قالوا مش لاقيين حاجة في البلكونة. والله ده قدام عينينا. طب بصوا طلعوا البلكونة وبصوا عليه. طلعنا وبصينا وما لقيناش. لا حول ولا قوة الا بالله يا رب. بصوا هنا يا حبايبي، بضيف على اي فول وانت بتسويه معلقتين سكر يستوي معاك بسرعة وما ياخدش معاك نار كتير. وبعد كده ايه الاضافات انتوا شايفينها دي، طبعا الطماطم والبصل والحاجات دي كلها بتخلي الفول معاك زبده وريحته حلوه وطعمه حلو. ولو عندك دماسه يبقى افضل، ما عندكيش دماسه تعملي زي كده برضه، وتكمريه وتحط عليه حله كده، وبعدها حاجه برضه تقيله كده. بس ما تعمليش العمله دي غير بعد الفول ما ياخد غلوه جامده كده. بعد كده تهدي النار وتحط عليه بقى كل حاجه كده وتكمريه، وتكون حاطه الميه بتاعته علشان ايه ما كل شويه ما تفتحيش عليه وتبص عليه وياخد يعني هوا منك وياخد سوا كتير. انا بعمل الفول بتاعي دايما كده. لو ما عندكيش فول مدشش ممكن تحط رغيف عيش طابونه بس في اخر نص ساعه في التسويه، علشان لو حطيتيه الاول هيلزق في قعر الحله. طبعا انا بنقع الفول بتاعي لمده 24 ساعه علشان السموم اللي على قشره الفول تروح. وكمان بنقعه في ميه سخنه. اول ما بحطه في ميه سخنه، وبعد كده ممكن اغير الميه عليه يعني مرتين 3 في ال24 ساعه. وبضيف عليه بقى بصلايه وطماطميه وشويه عدس وشويه فول مدشش ومعلقتين سكر، اهم حاجه علشان يستوي معاك بسرعه. وتهدي النار عليه بقى وتاكلي اجمل شويه فول. خلينا بقى في السرقه اللي حصلت لي، عيني عينك. فبعت عيالي بدل المره كم مره للست عشان تجيب السجاده من عندها، مره يقولوا مش في البلكونه، وبعدين ايه رحت تاني قلت لها عدينا البلكونات، قلت لها يا بنتي روحي اطلعي من الدور الارضي وعد البلكونات من تحت. كانت واقعه في الدور الثالث. وروحي تاني يمكن تكون رحت دور غلط يا حبيبه انت وريتاج. راحوا يا حبايبي تاني برضو وطلعوا على رجلهم الدورين الاولانيين كده عشان ما يتوهوش في الاسانسير، وراحوا خبطوا قالوا لي برضو يا ماما لقينا نفس الشقه. يا جماعه البلكونه شايفين فيها السجاده في البلكونه، احنا شايفينها بعينينا والله، روحوا هاتوها لنا. قالوا لا مش عندنا. قلت لها بلكونه جنبنا. ازاي يعني؟ البلكونه اللي جنبنا بتاعت شقه تانية خالص. قعدنا شويه ورحت تاني قلت لهم انا كنت
كنت عايزه انزل انا يعني والله، بس ايه، كنت جسمي مرهق كده، وكمان مش عايزه ايه اشد في الكلام مع حد. وقلت لهم روحوا انتوا كمان مره قولوا لهم بس بصوا في البلكونه التانية اللي جنب الطبق بتاع الدش. راحوا لهم قالوا لها ايه العيال طلعوا قالوا مامتنا مش هنا. بتعليلها بعد شويه راحوا تاني قالت لهم معلش انا بعمل الاكل. والله ما بكذب عليكم كده يا حبايبي، انا بعمل الاكل بتاعله يا حبايبي. بعد شويه بصلكوا في البلكونه عليه. رحت ابص في البلكونه بعد العيال ما طلعوا ما لقيتش السجاده اصلا. قلت لها ده دخلوها يا بنتي. قعدوا شويه وراحوا لهم تاني قالوا لهم ماما مش هنا. وهكذا يا حبايبي، والسجاده راحت على كده، ماما مش هنا. انا بعمل الاكل بتاعله بعد شويه بعد شويه يا حبايبي. اخر حاجه خالص ابو شيماء قلت لهم روح انت عارف جوزها قول لها كذا، قول له كذا كذا. قال له والله ده المدام مش هنا. معرفش، انا معرفش الناس ديت بتقبل على نفسها حاجه ازاي، والله انا ما انا عارفه. حسبي الله ونعم الوكيل. الدنيا ما فيهاش حاجه، والناس يعني الدنيا غراها جامد يعني. فزهقت والله، قعدت حسب فيهم ربنا، قلت حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. والله نفرشه في المطبخ دفايه بتاعت السرير كده، ومنتظره ان ربنا يهديهم ويخبطوا عليا ويقولوا خد السجاده. انزل اعمل ايه يا حبيبي؟ انزل اتعارك معاهم؟ قولوا لي برضو انت لو مكاني والسجاده اتاخدت ودخلت الشقه وتقولك ما هيش هنا، وتعالي بعد شويه أنا بعمل اكل وماما مش هنا، وجوزها مره يقول ده هي مش هنا راحت لاختها، هتعملوا ايه؟ هتنزلوا تزعقوا مع ناس انتوا مش عارفين طبعهم؟ المشكله بتاعتي اللي انا ادلم، انا مش متعامله مع البشر ديت وما اعرفش طبعهم، ما اعرفش اتكلم معاهم لان ممكن يطلعوا غجر. عارفين الغجر يا حبايبي؟ طبعا اللي ما يعرفش، انا السنه اللي فاتت كانت الشقه بتاعتي هتنشال خالص، وكنت هموت انا وعيالي الاربعه في الحريق كده واحنا نايمين. الشقه بتاعتنا الساعه 1 الظهر كانت والعه، البلكونه كانت والعه، وكان فيها انبوبتين وازازه بنزين وبابور صغير كده اللي انتوا عارفينه ده كله. والله كان هيشيل البرج كله، بس ستر من عند ربنا ان جيراني لحقوا طفوا الحريق ده. وجيراني اللي كانوا مولعين فيا كانوا هما اللي رموا عليا النار برضو، لان عندهم اطفال هما فاتحين محل كده بيسيبوا عيالهم في الشقه ويروحوا يقعدوا في المحل، ويسيبوا العيال يرموا عليا ورق. قبل كده برضو رموا عليا ورق، ولعوا في الدفايه. طلعت لهم بكل ذوق قلت لهم وحصل واحد اتنين تلاته، قالوا خلاص هناخدوا بالنا. لما حصل الحريق ده بقت والمطافي والشرطه وكانت هليله. هسيب لكم القصه كلها في اول تعليق مثبت في الفيديو ده يعني. فلما قعدنا معاهم قعده عرفيه، الست كانت تتفرج عليا الناس، كانت فضلها شويه تقوم تضربني. خفت والله ساعتها، انا قلت الناس ديت ماليش تعامل معاهم، انا انسانه غلبانه على قد حالي قاعده كافي خير الشر، معرفش اتعامل مع الناس الغجر دي خالص. الناس البلطجيه الصايعين دولت انا معرفش اتعامل معاهم، يعني لو قالوا لي كلمه معرفش ارد عليهم. فمحتاجه رايكم اعمل